اهلا وسهلا بيكم. نصيحتي ليكم قبل امتحان الفيزياء اللي انت النهارده ان شاء الله اهم شيء تركز عليه هو امتحانات السنوات السابقه، لان هي حرفيا بفضل الله بيجي منها الامتحان تقريبا ممكن نقول 95% امتحان الفيزياء بيبقى للسنوات السابقه. مش لازم هيبقى الامتحان ماشي بالنص زي السنوات السابقه، لكن هو بيعتمد على الافكار اللي بيكون فيها تكرار الى حد ما، وبعد كده لازم تركز على الاخطاء اللي انت غلطت فيها على مدار السنه. ولو انت ناوي ان شاء الله تحل النهارده شامل او اي حاجه، فيا ريت تخلي معاك كتيب المفاهيم عشان تبقى عارف اماكن القوانين، لان كتيب المفاهيم حرفيا بكره هيفيدك جدا ان شاء الله. ولو انت ما كنتش مظبط القوانين في اي جزء من اجزاء المنهج، فباذن الله هتلاقيها في كتيب المفاهيم فيسهل عليك جدا. ولازم تحافظ على الثبات النفسي وما تتوترش، لان للاسف التوتر ممكن يضيع كل مجهود السنه اللي انت عملته. ولازم تتعامل مع الامتحان بهدوء نفسي، يعني انت لو لقيت سؤال اتنين تلاته حتى نص الامتحان ما عرفتش تحله عادي، السؤال اللي ما تعرفوش خليه لاخر الامتحان وركز في السهل، فانت كده هتخلص الامتحان في اسرع وقت، هيتبقى لك وقت ان انت تراجع وتفكر اكتر في الحاجات اللي انت ما عرفتش تحلها. ويا ريت تخلي في اخر اللجنه ساعه كامله للبابل شيت هتظل الحاجات اللي انت عرفت تحلها، واللي ما عرفتش تحله ممكن تخليه فاضي لغايه ما انت تتاكد من الاجابه في ورقه الاسئله، علشان ان شاء الله لما تكتبها تكون كتبتها بثبات. وبقى تتاثر بالكلام اللي حواليك، لان للاسف اغلبهم بيبقى كلامه غلط. يعني انا افتكر في اللجنه الثانويه عامه الفيزياء بتاعتي كان الناس بدأت تستصعب الامتحان. راح المدرس في اللجنة محترم طبعا، راح قال أنا عندي واحد قريبي أجل السنة، ولما أجل السنة راح دخل طب. فهو كده بيبطل الناس اللي في اللجنة اللي هو عاوز الناس تكسب، وفعلا كان حد يكسب بس الحمد لله تراجع عن القرار ده في آخر لحظة. فأنت افتكر ليس في الإمكان أفضل من مكان، أنت بفضل الله رجعت الفيزياء السنة كلها، فما تجيش في آخر لحظة وتقلق. يعني خلاص ما دام عملت اللي عليك بإذن الله ربنا هيكرمك. اوعى تتوتر وتوكل على الله وأنت داخل الامتحان، اقرأ الفاتحة وسمي الله وربنا يكرمكم يا رب كده، وتطلعوا بكرة مشغولين خاطر الامتحان. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.